السلام عليكم ورحمة الله. واش اخوتي اخباركم؟ نتمنى انكم تكونوا في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكل متابعين قناتكم كاساوي مرة أخرى. الاخوان، قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش الصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الخوت، بالنسبة لهذا الفيديو هذا غادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي هو مهم، الكونتور. الناس اللي كيخسر لهم الكونتور ديجيتال ديال الصاني اير ميل ولا اكس ميل ولا المهم، بالنسبه للناس اللي كيخسر لهم الكونتور كيبغيو يعرفوا واش انه كيتصايب ولا لا. هذا المشكل اخوت راه كيتصايب، غير هو الوقت ديالو يعني هو اللي كيحتم عليك انك واش غادي تقدر تصايب ولا لا. بحال كان عندك المشكل ضارب واحد المده ديال 6 شهور 5 شهور 4 شهور، هنا النسبه ديال النجاح انه يقدر يتصايب كتكون شويه قليله، نقدر نقول لك واحد 10%. اما الا كان الكونتور باقي يلاه خاسر، يعني عنده ديك 10 ايام 15 يوم 20 يوم شهر شهرين، نسبة النجاح كتكون ناجحة واحد 100% انه كيتصلح. لان المشكل الخوت ديال الكونتور غادي نشرح لكم مزيان في الفيديو شنو اللي كيخليه يخسر، ملي حنا كنبغيو نصايبو شنو هي الحاجة اللي كتصايب فيه وشنو هي الحاجة اللي ما كتصايبش فيه. يعني خليكم معنا في هذا الفيديو من الاول حتى الاخر ديالو، وغادي نشرح لكم الاخوان حاجة بحاجة وتشوفوا الطريقة ديال الاصلاح ديال الكونتور، يعني كيفاش المشكل ديالو داير ومنين غيتصلح كيفاش غادي يولي. نبداو دابا الخوت على بركة الله. الاخوان، كما كتشوفوا معنا المشكل ديال الكونتور، دابا كنطفيو الكونتاك كنشعلوه، الكونتور ما كيشعلش كامل، يعني هانتوما كتشوفوا المشكل ديالو. هاد المشكل هذا الخوت راه كيتصلح كيف ما قلت لكم، غنضربوه كيرجع، يعني كتضربوه كيرجع، كتقدر تعاود تضربوه انه كيعاود يمشي. كتطفي الكونتاك كتشعلو، كتقدر تلقاه اما باقي مزيان اولا كيعاود يمشي على حسب. بحال كان المشكل باقي جديد راه كيتصلح، دابا هو عاوتاني مشى غنعاودو نضربوه كيرجع. هذا المشكل ديالو خوش يعني باقي فيه امل انه غادي يتصلح، عكس زي شي واحد اللي كان مثلا كله طافي كضربو ما كيبقاش باغي يرجع. هذا الخوت ما كيبقاش ليه المشكل غير في كارت المير، كيولي عنده مشكل في كارت المير ومشكل الثاني في لي ليد. هذيك الكارت المير كتبقى دابا تقطع الضوء على هذوك لي ليد، يعني ملي كيبقى تقطع داك الضوء كيجي وكيمشي كيجي وكيمشي، اش كيوقع لدوك لي ليد؟ كيتحرقوا دوك الحجرات الخوت، كيتحرقوا يعني ما كيبقاوش انهم غادي يتصايبوا، لان المشكل ديال دوك لي ليد ما كيبقاوش يتصالحوا. علاش؟ تيكونوا هذوك الحجرات ديالو ليد داير عليهم السيليكون، يعني داير عليهم داك السيليكون ديب. كيفاش تقدر انك توصل لديك البوله وتحيدها ودير بوله اخرى؟ ميمكنش. والكونتور راه فيه بزاف ديال البولات، يعني الناس اللي حاله راه عارفه المشكل ديال دوك الحجرات سبيسيال تيكونوا لاد، باش انك تحيدهم تركبهم مستحيل. هنا فين كيوقع المشكل، ديك الساعه كيخصك انك تبدل الكونتور. علاش؟ المشكل الا كان باقي جديد كيتصلح، خصك تزرب عليه تجيبو، كتصايب ليه الكارت المار ديالو كتعاود صافي، المشكل ما كيبقاش يرجع بتاتا. وكنعطيو يعني على الخدمه غارانطي، الا عاود رجع على حسابنا حنا نعاودو نحلوه ونصايبو لك، ما كاينش مشكل. انا كنقولها ونعاودها، ديما جيبوا الموتور في الوقت الخوت. حنا دابا غادي نفصلوا الكونتور هذا مزيان، وغادي تشوفوا على عينيكم كيفاش داير من الداخل، وتشوفوا حتى الكارت المار حتى هي كيفاش دايره اللي غنخدموا عليها. هانتوما الاخوان، الكونتور من بعد ما فصلناه، شوف كيفاش كيبان لك دوك البولات كاملين كيبقاو طفاو يشعلوا. دابا الكارت مار كتخرج لنا على البولات اللي بقى يعني في هذا المشكل هذا، شوف كيفاش كيبقاو البولات كيطفاو يشعلوا كيطفاو يشعلوا، يعني حتى كضربو كيرجع. انا كنقول هادشي كاع اللي كيضرب الكونتور بيدو كيرجع راه باقي عنده امل انه غادي يتصلح. اما لو وليتي كضربو صافي كامل ظلمه، غنعطيك واحد النسبه ديال 10% انه فين غادي تقدر تصلح، يعني تصدق لينا هاد الريباراسيون اللي غادي ندير. دابا هذا راه باقي فيه الامل انه غادي تنجح ليه هاد الاوبيراسيون اللي غنديرو. غتشوفوا الخوت الكارت مير ديالو هي كيفاش دايره من الداخل. هانتوما الخوت كما كتشوفوا معنا. بالنسبه للكارت مير هادي فيه كارت مير صغيره، حنا غنخدموا على هاد الكارت مير هادي باش الكونتور يرجع مزيان. من بعد الاخوان ما خدمنا على الكارت مير، دابا غادي نديرو تيست نشوفوا الكونتور كيفاش غادي يشعل. هانتوما كتشوفوا دابا الخوت الشعله، هذوك البولات اللي كانوا قبيله كيبقاو يطفاو يشعلوا هما دابا مابقاوش كيطفاو يشعلوا زاكي. دابا الكونتور صافي هذا تصلح، رجع المولا مزيان. هذا الكونتور بالنسبه للمولا راه ضارب به الموتور 38000 كيلومتر اللي ضارب به، عارف بقى ليه هذا المشكل هذا. فالحمد لله العمليه نجحات. هانتوما كيف كتشوفوا معنا الشعله ديال الكونتور رجع عادي. دابا غنركبوا ليه ديك السكراتشه ديالو، ديك لافيشور الكحله هي هذه الخوت طيحناها في بلاصتها. هاد لافيشور هي كاين اللي ما كيعرفش يركبها، كاين اللي كيحل كيبدا يتصاطح مع الكليان باش يصايب ليه، كيجي حتى الاخر وهاد لافيشور الكحله ما كنرجعش ليه مزيان. كما كتشوفوا الخوت هي محطوطه في بلاصتها، ما كاين لا خيال لا والو.
كنضرب الكونتور بيدي ما كيعاود لا يطفى لا حتى شي حاجه صافي. هذه خدمه خوت فيها غارانتي. الطاكسي لا هو باقي خدام كيف كتشوفوا معنا. انا نحولها للتريب ونرجعها عاوتاني للاوضو نسيبريميو التريب او تسيبريما نعاود نرجعها لخوت الاوضو. ها هي يعني كما كتشوفوا العمليه نجحات. اللي بغى يصايب الخوت الكونتور مرحبا به يتواصل معايا ما كاينش مشكل. اللي بغى يجيب الكونتور ديالو نصايبوه ليه مرحبا به. الثمن رمزي يعني راه نتوما عارفين الكونتور الثمن ديالو الا بغيت تاخذو جديد داير 450 درهم وما كاينش حاليا مقطوع باقي ما دخلش. يعني فاش كان موجود كيندير ديك 440 450 دابا حاليا راه ما كاينش. الحل الوحيد انك هو تصايبو. اللي بغى يجي عندنا الخوت مرحبا به. انا غنوريكم البوزيسيون ديال المحل فين كاين. كما كتشوفوا الاخوان كنتواجدوا في باب انسي. هذا هو باب انسي. تحت كاين بولفار الزفزاف فين كاين ترامواي. سميت المحل موطو فلوق. هذه هي سميت المحل الاخوان موطو فلوق. يعني يكفي انك تدخل غير مابس ودير روشيرش في مابس على موطو فلوق غتعطيك البوزيسيون ديال المحل. اللي خصاتو شي حاجه الاخوان ديال الصانيه مرحبا به. عندنا ماطر جداد ديال الصانيه الاخوان بقاو جوج حبات مازال غنجيبو السلعه ان شاء الله. خصاتو شي حاجه في البي اس ديال الصانيه اوريجينال في الزيت اي حاجه الاخوان فمرحبا به. وهنا غنقول لكم الخوت وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله.